قبل اختراع الدش. هو طبعا العنوان ده يزعلني قوي. طبعا اكيد. نرحب باستاذنا الشاعر الكبير والناقد صلاح بدران، كما نرحب بالشاعر أحمد عطوة، ونبدأ بدراسة أعدها أستاذنا صلاح عن ديوان أحمد عطوة قبل اختراع الدش. اتفضل أستاذ صلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا مش من هواة الكلام الكتير، وبحب يعني يكون الوجبة النقدية إلى حد كبير مكثفة. بتخذ فرصة لوضع رؤية نقدية قد تكون في نهاية المطاف كتاب قد يستضيء به أي حد في أي وقت من العمر يعني. الحقيقة الدراسات النقدية اللي من قبيل الاحتفال أنا بعتبرها خيانة عظمى يعني. مفيش حاجة اسمها نجيب شاعر عشان نقعد نقول له أنت جميل، أنت أمور، أنت عسل، أنت حلو. طبعا ده كلام لا يفيد النقد ولا يفيد الشاعر ولا يقدم للحركة الأدبية أي قيمة ثقافية على الإطلاق. فأنا الحقيقة بنظر إلى كثير من الدراسات النقدية المتاحة والموجودة واللي بسمعها أحيانا، أجد يعني عبارة عن تداعي لمتولية نقدية كده، الكل قاعد يقولها بشكل يعني ممل جدا، وأن الشاعر هنا كان يسبح في خيال مش عارف إيه، والعبارات المحفوظة اللي أصلا يعني تدل على أن الناقد لم يقرأ جيدا أو قرأ ولم يعي جيدا، حتى إن بعض النقاد للأسف الشديد تكون لديه دراسة واحدة ثم يشيل اسم محمد فاروق ويحط اسم فلان وهكذا، وكلها استنباط جاهزة. أنا قرأت الديوان الحقيقة وتوفرت عليه توفر كامل لوقت طويل، فلمست حاجة مهمة جدا في معظم الديوان وليس في كامل الديوان، اللي هي باختصار شديد انه في هذا الديوان بعد أنثروبولوجي في رصد المشهد الشعري الموجود في الديوان. وعلشان نبقى متواصلين مع بعض، الأنثروبولوجيا هي أحد فروع علم الاجتماع، يعني نشأ علم الاجتماع أولا ثم نشأت الأنثروبولوجيا بعد ذلك. علم الاجتماع علم بيهتم اهتمام كبير جدا بالجماعة الإنسانية، يعني المجتمعات بما فيها من مؤسسات، بما فيها من صور تجمع بشري قبلي أو حضري أو شديد التحضر أو بربري أو بدائي إلى آخره، زي ما نص على ده طبعا المؤسس الأول لعلم الاجتماع عمنا ابن خلدون في مقدمته لكتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر. المهم إنه علم الاجتماع حاجة وعلم الأنثروبولوجيا أمر مختلف تماما. الأنثروبولوجيا هي علم دراسة الإنسان، بمعنى إنه الأنثروبولوجيا علم بيدرس الإنسان في ثقافته، في عاداته، في ملابسه، في مسكنه، في محيطه الذي يتعايش فيه بشكل كامل. ولهذا نجد إنه مثلا منظمة اليونسكو عندما تبنت فكرة البحث وراء الأنثروبولوجيا ابتكرت برنامجا ونفذته في كل دول العالم تقريبا
وهو البرنامج الخاص بجمع التراث اللامادي، لأن احنا عندنا التراث إما أن يكون ماديا أو أن يكون لا ماديا. التراث المادي الأهرام وأبو الهول وإلى آخره. التراث اللامادي بقى الأكلات والطبيخ وطريقة اللبس وعادات الأفراح وحفلات الطهور والطبلة بتبقى إزاي في الفرح والأغاني اللي بتتقال وبتوع الجريد وبتوع النخل والصيادين في بورسعيد وبتوع الضمة وبتوع بيسموها ايه الشبكة اللي بيشدوها؟ الدهرة. تمام. وهكذا. فالأنثروبولوجيا هي بتدرس هذه الحالة الإنسانية اللي هي متصلة بثقافة الإنسان في مأكله وملبسه ومشربه إلى آخر هذه الجزئيات. الحقيقة بقى الديوان ده واقف عند هذا البعد الأنثروبولوجي بشكل واضح جدا، يتضح أصلا من العنوان. يعني عنوان الديوان قبل اختراع الدش. يعني الراجل ده بيقول إني من خلال هذه القصائد سآخذك في رحلة ثقافية إلى ما قبل اختراع الدش، علشان أرصد لك إيه بقى؟ أرصد لك مبيض النحاس، وارصد لك السمكري، وارصد لك المنجد، وارصد لك ليالي السمر الموجودة في داخل العائلة المصرية. أرصد كل هذه المظاهر في مساحة من الإحساس بالبعد البعيد جدا لهذه الفترة والقرب القريب جدا أيضا لهذه الفترة. فهي بعيدة لأنه بعد اختراع الدش طرأت على المجتمع مجموعة من المتغيرات التي أصبح من المستحيل معها أن نعيد هذا الماضي. وهي قريبة جدا لأن الشاعر وهو مفردة من مفردات الإنسان التي تعيش في 2024 ما زال يذكر هذا، وما زالت هذه الثقافة تعمل في وجدانه ويبكيها من خلال قصائده التي يغنيها في الديوان. فالحقيقة أن هذا البعد موجود في الديوان بشكل فاعل جدا، وده بيقودنا لنقطة نقدية مهمة جدا يا أساتذة. يعني هل نحن نكتب تداعيا حرا بلا مشروع؟ الحقيقة إذا كانت الكتابة كذلك فيعني بئست الكتابة ولا أهلا بها، وهذا يكون يعني مجرد نزف وجداني أو نزف تعبيري لا يؤثر ولا قيمة له. لا تستطيع أن تقف على مشروع. طب ما قيمة المشروع؟ المشروع معناه باختصار شديد أن هذا الديوان سوف يجد صلة بينك وبين المتلقي اللي هو القارئ، لأن أنت بلا مشروع فأنا أستطيع أن أقرأ قصيدة ثم ألقي الديوان، أو سطرين من قصيدة ثم ألقي الديوان. لكن عندما يكون هناك مشروع إذن هناك رؤية، والرؤية هي العمود الفقري وراء أي عمل بيقدم فكر في الدنيا، أيا كان بقى علم، أيديولوجيا، شعر، قصة، مسرح، أيا كان. المكتوب أو الحروف المكتوبة التي لا تقدم رؤية كأنها لم تكتب ولا شيء فيها على الإطلاق. ولذلك من الملاحظات اللي أنا ملاحظها مثلا على الديوان إن هذا الديوان، وقلت ده في البداية، في مجمله مشروع لكنه ليس مشروعا كاملا. لماذا؟ لأنه أحمد عطوة في بعض القصائد خرج عن هذا الخط تماما. يعني في قصائد أنا طالع عندها الصفحات، لو أحمد عطوة أراها نلقاها بعيدة تماما عن المرتكز الأنثروبولوجي ده خالص. قصائد وجدانية جميلة جدا جدا، ولكنها يعني بتمثل حالة من الرصد الوجداني لصور مثلا حياتية غائبة عن الشاعر، كان بيتمناها، كان بيحلم أنه يتصل بها تاني، لا صلة لها بفكرة الرصد لهذه الثقافة التي أثر في وجودها الدش وما تلاه من مؤثرات حتى تلاشت هذه الثقافة المصرية الحقيقية الخالصة. على مستوى الصورة في ديوان أحمد عطوة، الحقيقة طبعا يعني من فضل الكلام أن نؤكد أن الصورة الفنية إذا خلت منها القصيدة يبقى القصيدة نقصت يعني نقصا شديدا جدا. إلا أنه الحقيقة في مجموعة من الصور عند أحمد
اخدتني جدا جدا، ويعني يعنيني ان انا اعلق عليها. بيقول احمد في صفحة 32: خايف يصيبني بالهباب فاتخض، بالعشرة بينا وكتر مشاويري، صدفة قابلنا في قهوة معرفتوش، غير لما وشه ابتسم شبهت على روحه. حقيقة صورة بديعة جدا جدا جدا، لأنه اتنقل أحمد هنا من مستوى الرصد المادي إلى الرصد الوجداني. يعني أنا لما شفته أنا معرفتوش، بس أنا شبهت على روحه. أهو هنا بقى فعلا بتتضح في الصورة المرتكزات الأنثروبولوجية الحقيقية التي تدرس الإنسان كمفردة متعاملة مع الإنسان الآخر وجدانيا وثقافيا. الحقيقة رصد في منتهى الجمال، صورة بديعة ورائعة. هنا أيضا بنجد من الصور الأخاذة جدا عند أحمد عطوة في صفحة 42 وبتكلم عن الأم، بيقول: وأما نتعب بتبل روحها في دمعها وتحطها فوق جبيننا كمادات. الحقيقة أحمد بيسطع في الصورة جدا لما يخرج من سياقها المادي. يعني لما يخرج من سياق الرصد المادي للصورة بتبقى الصورة بديعة جدا، وده يمكن لأنه الوجدان أحد المكونات الأساسية على فكرة في شعر أحمد عطوة، دي واضحة جدا. وأما نتعب بتبل روحها في دمعها وتحطها فوق جبيننا كمادات. الحقيقة صورة رائعة ومركبة وجيدة جدا جدا من ملامح الصور اللي رصدتها. كذلك في صفحة 46 بيقول أحمد: منين ما بروح، وإن كانت صورة يعني قد يكون ورد يعني ملامح لشكل هذه الصورة في بعض أشعار العامية المصرية. منين ما بروح بلاقي الصبح متكرمش. إنما اللي يشيل الصورة دي هنا ويخليها ذات قيمة إن هي ارتكزت على الكناية، ما ارتكزتش على الاستعارة. يعني بلاقي الصبح متكرمش دي كناية عن الضيق والبؤس والضجر، وأن الحياة عابسة في وجهه. في صفحة 52 وأنا برصد في كل ده الصور الحقيقة الأخاذة جدا، بيقول في السطر الخامس والسادس: بصيت للحظة في عين صغار، شفت العمارات اللي ردمة على القلوب تشبه لسجن. الحقيقة برضو خروج لافت جدا جدا من مستوى الصورة المادية. يعني العمارات بالإضافة لأن فيها ما نسميه يعني إيه كسر التابو أو قلب المألوف. يعني المفترض أن العمارة سكن، والسكن أمن، والأمن حياة. هو هنا بياخد شكل مختلف خالص في الصورة، بيقول: شفت العمارات اللي ردمة على القلوب تشبه لسجن. إذن هنا هو اتخذ من موطن الأمن صورة لموطن الضيق والضجر والخوف. هذه المفارقة الشعرية الحقيقة ما بتتعملش إلا إذا كان فعلا اللي بيكتب وصل إلى حد الاحتراف في تكوين الصورة. يعني أذكر إنه الرافعي عمل الحكاية دي في نص نثري لما كان بيتكلم عن أطفال تايهين، فبيقول: وضاع من البيت ويحسبان أن البيت هو الضائع منهما. هو البيت بيضيع؟ ده البيت محور الثبات أصلا، يعني هو محور الثبات بالضبط. فهم بيظنوا نفسهم يعني المركز الأساسي للكون، وبالتالي عندما لا يجدوا البيت يبقى البيت هو اللي تايه منهم، مش هم اللي تايهين منه. فالحقيقة يعني ضرب الثابت والتحول إلى صورة مغايرة ده الحقيقة بيبقى عليكم السلام، ازيك يا أحمد، بيبقى من الملامح الإبداعية الجميلة في خلق الصورة الفنية في الشعر عاميا كان أو فصيحا. أنا علشان أشير إلى إشكالية
أو أؤكد تطبيقيا إشكالية أن أحمد لم يعتني مشروعا كاملا على مدار الديوان وإنما في جزء كبير منه، هسمعكم القصيدة منه اللي هي بتقول بيسقي القاهرة روحه. هو بيتكلم فيها، مش عارف أحرقها لكم ولا لأ، بيتكلم فيها عن بائع الرئيسوس الحقيقة. وهتلاقوا القصيدة قصيدة خارج تماما الرصد اللي انا رصدته في الديوان، قصيدة وجدانية جميلة، قاعد بيتكلم عن الراجل وعرقه بينزل وقاعد يسقي الناس وهو جميل وكده. المشهدية الايه الوجدانية الخاصة بصورة بائع الرئيسوس، عشان يعني نوثق إلى أي مدى يجب أن يعتني كل شاعر بعد ذلك في أي ديوان يكتبه أو في أي عمل أدبي أن يكون له مشروع، والمشروع له خطة، وهذه الخطة يجب تنفيذها. في النهاية نجدنا أمام عمل حقيقي يعني يصبح إضافة لديوان للمكتبة الشعرية العربية. اتفضل يا أحمد. قبل ما اقول النص، مهم جدا الملحوظه اللي قالها استاذ صلاح، دي بالنسبه لي انا شخصيا واعتقد بالنسبه لاغلب الشعراء، يعني ان انت لما تعمل تجربه بتعتني بها في ادق التفاصيل، وتحاول ان انت ما تخرجش عن المشروع بتاعها. فانا بشكر استاذ صلاح جدا على الملحوظه دي. يعني نقول النص بقى. وسط البلد وقت اشتداد الشمس على راسك، وتحس انه بروفا اصغر للي هيكون في القيامة. عرقك مغطي على الكولونيا اللي رشتها في صباحك. كل اللي حواليك زيهم زيك، البدلة صيفي وتحت باطك جورنان بتاع اليوم. كل الحروف جواك بتكتم نبضها الباهت، حتى العناوين اللي مكتوبة بضم المطحونين جواك وسط السواد تاهت. كل الحروف باشت، حتى الشجر ضله اللي رامي على الطريق بيضل رجلك بس ما يضلكش. أصوات كتير متداخلة في ودانك والوحده صوته كان ما بيضلكش. رنة صاجاته الملهمة تلمح زحام فتخش فيه، تلقاه بيسقي القاهرة روحه. على قلبه هم وعتمة وكآبة، والدنيا سقياه المرار على الريق، وموصلة بقسطرة قلبه على الأبريق. بيصب في قلب كوبايتك، تلقاها تتحول نهار في عينيك. وتدوق في عز الظهر الطهر من ايده، وتشوفه مايل للورا تفسر ملته بتقل الشيلة على جذعه، وتقول ده مين في الحر ده قده. كانت زليخة الدنيا بتشده بعد ما هو في عشقها تمنع. كل الظروف متهيئة ضده ولا كانش يوسف غيره في القصة. وعشان كده ظهره ثبت مرجعش، وبتتهمه بانه معرفش معنى العطش ولا داق في جوفه الملح، مع انه يا ولداه عمال بيسقيك الامل وهو ليه عطشان. كان يومه يبدأ بالشقة المنقوع، ويصب دمعه طهر في النية. الشر جايب صفر في المجموع، وطيبته كانت درجة نهائية. كان كل يوم بياخدها كعابي علشان يهون حرنا علينا، ولا يوم سقيته الفرحة عنابي ولا حتى واحد شايف 50. جايز تكون بتشاركه في الطينة نفس الهموم جواك، لكن ما بتغنيش. صوته اللي حشرج من البكا وقت ما يطلق في الندى. بتشوفه مطرب على المسارح بيغني آخر سلطنة، فتهز جذعك منتشي. ولا يوم سألت الشمس ليه فاتحة نهارها بترتشي، عمالة تستسمحه وما يرسهوش على بر. مش لاقي ضل روحه من الوجع، ولا حتى طايل يبقى مستمتع بحاله. الخلق ماله تمتعوا بلحنه الشفا، صوته اللي خلى الصيف ربيع. صوته الوديع بيخبي شجنه يبان كأنشودة، عمال بيشفيك من الوجع لكن وجعه كل ثانية يطل.
ضحكة عيونه في وقت ما بيغسل بإيده الكوبايات ويصبرك، قبل ما يصب الوجع يصبح فرح يرويك، جواها نظرة ناجي عطف الظل، بيصب روحه في كل لحظات السنة، وفي كل صبة بتشربه فتزيد هنا، وبرغم ده وجعه يزيد ما يقل. يعني الحقيقة وجدانية جدا وراصدة لمشهد مصري جدا، ولكنها لم يعني تتصل بهذه الفكرة التي يعني سلكت قصائد الديوان الأخرى. ختاما أرى أن أحمد عطوة بهذا الرصد في هذا الديوان يحيلنا إلى أن ما بعد اختراع الدش، كما أشار ألان دونو في كتابه العبقري نظام التفاهة، إلى أننا ما عادش ينفع أقول مقبلون، إلى أننا الآن للأسف الشديد في قعر هذه المؤامرة الكونية التي تستهدف من خلال الرأسمالية العالمية الملعونة ترميز التافهين ووضعهم في صدارة المشهد وإقصاء كل شيء ذي قيمة في هذه الحياة حتى نصير فيما نحن. ونصوص الديوان يمكن أنا كان عندي فكرة بسيطة مبسطة عنها من زمان. أحمد كان بادئ المشروع وكان بيدندنوا ساعات ليا كده، فكنت ببقى مبسوط قوي وكنت ببقى منبهر كده ومشدود يعني باللي هو بيعمله يعني. ومبسوط يعني بجد. فلما ظهر الديوان، لكن للاسف جابهولي امبارح من حيث اقرا وانا نظر على قد يا ولداه، وجاب لي وعادل جاب لي اول امبارح، ده اللي اول امبارح اللي بقيت اقرا منه هو جابهولي امبارح، خدته المغرب، فاعمل بيه ايه؟ المهم، فقصائد الديوان رصد زي ما قال الاستاذ صلاح، رصد الاشياء بالبلدي كده انتهت من حياتنا، يعني مهن اندثرت واندثرت للابد، وده فعلا كان قبل اختراع الدش بشويه. اللي لاحظته ان بائع اللبن، النص ده اللي اثر فيا قوي، لان هو واضح ان احمد مع الراجل بائع اللبن ده في حميميه الى حد ما، غير الرصد الخارجي للمهن الاخرى. نسمع منه اللي هو النص بتاع بائع اللبن. هو فعلا النص ده حميمي جدا، لان النص ده كان شخص انا عاصرته فعلا، واتعاملت معاه شخصيا سنين طفولتي كلها. فحتى انا لما سألت اسم النص في اول لما كتبته خالص، قلت انا هسمي النص عم انور. عم انور كان بياع اللبن اللي بيلف بالعجله على البيت ويطلع يملى يفضي في الحلل، فهو كان حد موجود يعني، فعشان كده باين ان في حميميه في النص. ايه اللي يفرق قلبه عن قسطه؟ الاتنين بياضهم يخطف الناظرين، بيدوس برجله على الهموم فتلف، مع كبر سنه ربك اللي يعين، الليل يهل يلف في الميادين، وفي وشه بسمة حل أحوالنا، يملأ حليبه في قلبنا ويصب، يحمينا من أوجاع بتغتالنا،
وكأنه آخر نبي يدعو لديانة الحب. جواه قلوبنا واقفة بتصلي، وعينيه إمام واقف في محرابه. لو مش معاك فيمين طلاق، خلي العيال تطلع له من الشباك، بصت عيونهم هي دي منابه. كان يحلب الشمس بعيونه شايفة بكرة بنضارات، ويحطها بالشوق في خزانه، ويخبي أحزانه، ويداري قلبه اللي راب من قسوة الدنيا. كان وشه جلد لكنه ألمونيا، كانش يعكس للي شايفينه الوجع، لكنه كان عاكس لبسمة. بسمة اللي كانت بنت قلبه ودنيته، وعيونها نور يهديه إذا ما عيونه يحتاروا. ما قدرش يمنع دمعه يلمس وجنته، ما هو مين يرجع حد حبه وربنا اختاره. نبت الإيمان جواه طارح في روحه الصبر، زف البنية العصر جوه القبر، صبلنا دمعه والحليب بالليل. تقدر تقول كان ندر وبيوفيه انه يخش قلوبنا ويبيت، جرحه ندانا باسمه كان يرفيه، فيبوس جبيننا فيحيي في الميت. كان الحليب بيسكنه فينا، كنا في قلبه كل يوم بنشب. فاتت سنة ولساه حليب صافي، واحنا قلوبنا ضعيفة لما يغيب. سمعه بيدعي ربنا الشافي، يبعد سحابة حزن عن روحنا. فاتت سنة مفارقنا مطارحنا، نفس الميعاد عند العتب واقفين، مسكين قلوبنا الفاضية منتظرين. قسط الحليب من ايده يملانا، ويطل شبح النوم نتغطى بالحافه. يطلع علينا نهار من غيره بنخافه، ازاي هنكبر بقى من غير حليب روحه؟ طب مين يشيلنا لفوق نقعد على كتافه، ونبوس جبينه ازاي وهو ما بيجيش؟ دي قلوبنا رافضة تعيش غير لما يحضنها. وهنسمع منه انا وانت كبريت. انا كنت اخش برجل دكانه، ما اعرفش شكله من الهباب، جلده اللي لون القمح خد صبغه مع كل هبة حزن بتقابله. تعرفش مين استوطنه بالهم؟ كان القميص النص كم الصيف لونه تمام، والبنطلون الكسر اللي اتكسر بالوقت، ويا دوب بسمة اعرفه مرسومة بترحب، ويمد ايده للسلام مرعوش، خايف يصيبني بالهباب فاتخض. بالعشرة بينا وكتر مشاويري، صدفة اتقابلنا في قهوة معرفتوش، غير لما وشه ابتسم شبهت على روحه. سلم عليا بايده دون ما يكش، وعزمني على قهوة. بدأ الكلام بينا ياخد طريق ودي، ولعبنا دور طاولة وضحكنا وحكينا. ولقيته بيقول لي الناس يا عم نحاس من بره ما أصفاه، والدنيا دي كباس تضغط على الحلمين، كل الظروف كيروسين وانا وانت كبريتة. برقت عينيا وقلت له يا حكيم. قال لي الزمن يا صاحبي بيعلم، خد مني اكتر مما تتخيله. من بعد موت الضنا ايه تاني بقى يوجعك؟ في المينا عز الليل وقفت وبودعه، راسم في راسي خيال انه هينشلني من قلب بوابيري والقصدير.
وما فاتش وقت كتير، هما يدوب ليلتين وجابوا له ايه منه غير الهدوم ومداس. طب واعمل ايه بعديه؟ ياخد عزايا نحاس.